السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين ومتابعين قناة يوميات صادق حجازي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تيسر بها امورنا. اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فيها تيسير للامور وتفريج للهموم. فاللهم صل وسلم وبارك على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يوم جديد بفيديو جديد هنشوف فيه مكونات ومواصفات وسعر موتوسيكل هوجن 4 150 ابو حوا الموتور الكينج. هنشوف مع بعض مواصفاته ايه، هنشوف مع بعض مكوناته ايه، هنشوف مع بعض سعره النهارده عامل كام في معرض الباجور، مركز الباجور، محافظة المنوفية، عند اخوكم صادق حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة الموتور او المحرك 150 سي سي، الموتور 150 سي سي، الموتور الكينج من شركة ابو حوا، هاوجنج كينج 150 سي سي، منافلة ومرش، 2 مخرج للشكمان و2 مخرج للبيجو. هنشوف الموتور من الناحية التانية. ده وش الكهرباء، الموتور من الناحية التانية اهوت. ده اكسدام راكب في الشاسيه في وش الموتور. دي عصاية الغيارات اللي هي 5 غيار، ودي الدواسة. ده المقص بتاع الموتوسيكل، ادي المحرك اهو، وده الشاسيه بتاعه اهو. عدله في اللحامات بتاع الشاسيه وبقت لحامات جميلة جدا، ويعني شاسيه ومكنة عليها سؤال وعليها اقبال كتير جدا. شفنا الموتور اللي هو ال 150 سي سي، الموتور الكينج من شركة ابو حوا. هنشوف علبة الجنزير اللي هي العلبة النص اللي قدام حضرتك دي، الكاوتش النقشة بتاعته اللي هي ديت، مقاس الكاوتش 325 على 18. الفرامل الخلفية اللي هي العادية، الكاوتش مش تيوبلس، الكاوتش فيه شمبر داخلي، والفرامل الخلفية اللي هي الفرامل العادية. الشبكة الخلفية شبكة الجامبو، الشبكة الخلفية اللي هي ديت بالدواسات شبكة الجامبو، 2 مساعد خلفي اللي هم دول. عندي التانك اهوت مكتوب عليه كلمة هاوجنج واللوجو بتاع الشركة. الجنب اهوت جامبو اتش جي 150 4. هنشوف التانك من الناحية التانية. ادي التانك اهو، وادي الجنب جامبو اتش جي 150 4، والرفرف الامامي. ده الطقم الصاج اللي هو تانك وجنبين ورفرف امامي وديل. 2 مساعد امامي اللي هم دول راكب عليهم العواكس بتاعتهم. هنشوف الموتوسيكل من الامام. طبعا الموتوسيكل غني عن التعريف، لان هو الاكثر والاكثر انتشارا في السوق وفي الطريق. الفانوس الامامي الفانوس العادي، والاشارات اسفل الفانوس تلاكسات اللي هم دول. ادي الموتوسيكل اهو. الشلتة الجميلة، الشلتة الجميلة جدا. فرامل الامامية الفرامل الباكم، والفرامل الخلفية على سيخ على تيل. الجدون والمسطرة كتلة يمين وكتلة شمال، مقبض يمين ومقبض شمال. العدادات العادية، العداد العادي اللي هو ده. والكونتاك 2 مفتاح و2 ريموت، 2 مفتاح و2 ريموت اللي قدام حضرتك ده. احنا خدناها سريعا كده عشان حضرتك ما تملش من الريفيو ويبقى طويل على حضرتك. هوجن 4 150 ابو حوا، الموتور الكينج من شركة ابو حوا اللي قدام حضرتك دي. فرامل امامي باكم، فرامل خلفي على سيخ على تيل، يعني العادية. الشبكة الخلفية شبكة الجامبو، اشارات امامي واشارات خلفي، الاشارات العادية. فردة الكاوتش الخلفي 325 على 18. المحرك مرش ومنافلة. المنافلة
نازله في الماتوره عشان حضرتك لو فيه مشكله في المارش بتدور منافله، واكسدام. والبطاريه بتاع الموتوسيكل ده بطاريه اللي هي الجافه، والعداد العداد العادي ماهوش العداد الديجيتال زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. ادي مواصفات الموتوسيكل، ادي مكونات الموتوسيكل سريعا كده. الموتوسيكل موديل هنشوفه اهوت، موديل 24. يعني حضرتك هترخص 24، حضرتك هترخص 24. هوجن ابو حوا 150 الموتور الكينج اللي قدام حضرتك دي. طيب سعرها كام النهارده يا صادق؟ عشان بس ايه، احنا الاهم في الفيديو ده كله السعر. سعرها عامل 38,000. اي حد هيجي من ناحيه القناه هيبقى له خصم من السعر ده. ما عليك اللي حضرتك تشترك في القناه، هيجي لك اشعار ان صادق نزل ريفيو بنوع موتوسيكل معين او نوع تروسيكل معين، ممكن حضرتك تكون بتدور عليه وما انتش لاقيه، او لاقيه وعاوز تعرف السعر في كذا معرض او كذا مركز او كذا محافظه. فانت لما يجي لك اشعار ان صادق نزل ريفيو هتسمع الريفيو، مدته من 7 ل 8 دقايق، ماهوش كتير. هتعرف مكونات الموتوسيكل ايه، هتعرف مواصفاته ايه، وهتعرف الاهم وهو سعره النهارده عامل كام. عنوان المعرض مركز الباجور، محافظة المنوفية. وبسيب الارقام في الريفيو، الارقام بتقرب المسافات، بتتصل عليا بوصف لك المكان او ببعت لك اللوكيشن على الواتساب، وبتسألني على ده موجود ولا لا، متاح منها الالوان ايه ولا لا، اللي حضرتك بتدور عليه اللون المعين اللي انت بتدور عليه، هقول لك متاح ولا لا وموجود ولا لا، وهقول لك السعر كام، واقول لك توكل على الله وتعالى. مفيش حاجه اسمها سعر خاص، مفيش حاجه الكلام ده. انت حضرتك بتاخد ايه مع الموتوسيكل؟ اول ما بتيجي تشتري من عندي الموتوسيكل بديك حاجه اسمها مبايعه، فيها رقم الشاسيه واسم الموتوسيكل ورقم الموتور باسم حضرتك ورقم البطاقه بتاع حضرتك. مبايعه ان انت شاري الموتوسيكل ده من معرض الباجور، من المكان اللي انت شاري منه الموتوسيكل، لحين صدور الجواب. لان انا باخد البطاقه بتاع حضرتك او صوره البطاقه بتاع حضرتك واحط عليها رقم الشاسيه ورقم الموتور وابعتها الشركه، ومن 15 ل 18 يوم او 20 يوم بالكتير ويجي الجواب او الورق كله بتاع الموتوسيكل بتاع حضرتك. لو انت حضرتك من محافظه بعيده يعني لما الجواب يجي او لما الورق بتاع حضرتك يجي من الشركه بتصل على حضرتك اقول لك ابعت لي اسم مكتب بريد جنبك، ببعته النهارده بريد سريع وانا اللي بحاسب عليه. تاني يوم المندوب بيجيب لك الجواب لحد الباب بيتك وانت ما بتغرمش ولا جنيه. بالنسبه دول للمحافظات البعيده، لان ناس كتيره بتعاملني من محافظات بعيده، بدل ما تخبط المشوار تاني عشان الورق، لا، من 18 ل 20 يوم بقول لك اديني مكتب بريد جنبك، ببعته لك النهارده بريد سريع. تاني يوم او تالت يوم اقصاها المندوب بيتصل عليك بيقول لك فيه طرد سريع جاي لك، انت فين؟ بيعرف عنوانك ويجي لك يسلمك الجواب بتاع حضرتك. يعني بالنسبة لأي ورق أو أي مشكلة بالمسافات أو المحافظات ما تقلقش منها خالص، والمعرض موجود مركز الباجور محافظة المنوفية. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتدعموني بلايك وكومنت جميل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.